ربنا سبحانه وتعالى لما جه يخبر الملائكة إن هو هيخلق البشر قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا والله أعلم الملائكة كان عندهم علم إن في مخلوقات سكنت في الأرض قبل البشر. فمين هم اللي سكنوا الأرض قبل البشر؟ وهل الكلام ده معناه إن مش سيدنا آدم هو أول من سكن الأرض؟ العلماء بيقولوا إن اللي سكنوا الأرض قبل البشر هم الجن، لكن إزاي الجن هيسفكوا الدماء وهم أصلا مخلوقين من نار؟ يعني ما عندهمش دم. فهل كان في مخلوقات سكنت في الأرض قبل البشر والجن وكان عندهم دماء؟ كل الأسئلة دي وأكتر بإذن الله هنجاوب عليهم في فيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي بإذن الله هنقدم عليها قصص وفيديوهات مشوقة وممتعة جدا. فيديوهاتنا اللي دايما هتكون بتجمع بين الفايدة والمتعة، فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو ده أول فيديو تشوفه ليا انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تقدر تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك يلا بسرعة جهز مشروبك وتعالى عشان نبدأ قصة النهاردة. الموضوع ده فيه كتير من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي القصص والأخبار اللي عرفناها عن طريق اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالعلماء جازوا إن احنا نستخدم الإسرائيليات ونحكي عن قصص بني إسرائيل عشان ناخد منها العبرة والعظة، إلا لو احنا عارفين إن في قصة معينة فيها كذب فما ينفعش طبعا نتكلم فيها. القصة اللي احنا هنحكيها بإذن الله دلوقتي هي كلها من الإسرائيليات وما وردتش في القرآن أو السنة، لكن احنا هنحكي القصة دي من باب المعرفة والمتعة، والله أعلم هل الكلام ده حقيقي ولا لأ. المخلوقات اللي سكنوا في الأرض قبل البشر والجن اتكلم عنهم كتير من علماء المسلمين، منهم ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، ومنهم المسعودي، ومنهم بهاء الدين الأبشيهي في كتابه المستطرف. القصة بتبدأ بأول مخلوقات سكنت في الأرض وكان اسمهم البن، ويقال والله أعلم إن البن دول كانوا مخلوقات بدائية جدا أشبه بالمسوخ، وجسمهم كان متكون من لحاء الأشجار ومن الطين، وكان حجمهم كبير جدا وشبه الدود، ويقال إن هم لما بيموتوا بيبقوا شبه الطحالب. كانوا بيتكاثروا وعددهم بيزيد عن طريق إن لو جزء معين اتقطع منهم وقع على الأرض الجزء ده بيكبر وبينمو وبيكون مخلوق جديد، زي النباتات كده لو خدنا غصن وحطيناه في الأرض هيطلع شجرة جديدة. يقال إن البن دول كانوا بيتغذوا على معادن الأرض، ومع مرور السنين اتطوروا وطلع منهم سلالة جديدة اسمها الحن، وطبعا بسبب التطور فالحن دول كانوا أقوى من البن، واستغلوا قوتهم وحجمهم إن هم يحاربوا البن ويقتلوهم عشان يقدروا يسيطروا هم على الأرض. وفعلا حصلت حروب كتيرة جدا بين الحن والبن، في النهاية الحن انتصروا على البن وقدروا يقضوا على معظم البن، والباقي قدروا يهربوا منهم ويستخبوا في الكهوف. ومع مرور الوقت الحن اتطوروا وطلع منهم سلالة جديدة اسمها الخن، جسمهم كان متكون برضه من لحاء الأشجار ومن الطين، لكن كمان متكون من البروتين. الخن دول كانوا أول سلالة عندها دم، كانوا أول سلالة يمشوا على 4 رجول، وكمان قدروا يتكيفوا مع أجواء البر والبحر والجو، وقدروا يعيشوا سنين طويلة جدا بسبب التكيف ده. ويقال والله أعلم إن الخن دول بسبب قوتهم وتطورهم وضخامة حجمهم حاربوا الحن وقتلوهم عشان يسيطروا على الأرض، لحد ما قدروا بالفعل إن هم يقضوا على سلالة الحن بالكامل. وزي ما قلنا إن كان في شوية من البن مستخبيين في الكهوف، السلالة دي مع الوقت والتطور طلع منهم سلالة جديدة اسمها الدن، لكن برضه كانت سلالة ضعيفة وفضلوا مستخبيين في الكهوف عشان خايفين من بطش الخن. ويقال والله اعلم ان بعد الخن جت سلاله جديده اسمها النس، والنس دول كانوا كائنات شرسه ومتوحشه جدا، يقال ان هم كمان وصل بيهم الحال ان هم ياكلوا بعض. كل السلالات دول ويقال كمان ان كان في سلالات غيرهم كتير الله اعلم بيهم فسدوا في الارض وسفكوا الدماء. ويقال والله اعلم ان كل المخلوقات دول ما كانوش مكلفين، ما كانوش مأمورين بطاعه ربنا وعبادته، لان هم اصلا ما كانش عندهم عقل، يعني ما كانش عندهم إرادة، ما يقدروش يختاروا بين الصح والغلط، فربنا سبحانه وتعالى ما كانش مكلفهم بالعبادة. واستمرت الحروب وسفك الدماء والفساد في الأرض سنين طويلة جدا بين المخلوقات دي، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أذن بخلق مخلوق جديد، وربنا سبحانه وتعالى سلط المخلوق ده عليهم عشان يبيدهم تماما عن الأرض، والمخلوق ده هو الجن. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن من مارج من نار، والمارج المقصود بيه اطراف اللهب، فربنا سبحانه وتعالى خلقهم من اطراف اللهب. يقال والله اعلم ان ابو الجن كان اسمه سميه، ولما ربنا سبحانه وتعالى خلق سميه قال له تتمنى ايه؟ سميه طلب من ربنا ان الجن يشوفه وما يتشافوش، فربنا سبحانه وتعالى اداهم القدره على التستر، واصلا اسم الجن ده معناه الستر او التستر، فهم عندهم القدره ان هم يشوفوا الناس لكن الناس ما تقدرش تشوفهم. وفي علماء تانيين بيقولوا ان ابو الجن هو ابليس زي ما ابو البشر هو ادم، فالله اعلم هل هو سميه ولا ابليس. والجن زيهم زي البشر، بياكلوا وبيشربوا وبيتجوزوا وبيخلفوا، بيتولدوا وبيكبروا في السن وبيشيخوا وبيموتوا. ابليس هو الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى طول في عمره لحد يوم القيامه، وده كان بسبب ان ابليس طلب من ربنا ان هو يفضل عايش لحد يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال انظرني الى يوم يبعثون
قال إنك من المنظرين. فربنا سبحانه وتعالى طول في عمره لحد يوم القيامة، لكن باقي الجن بيموتوا عادي جدا. الجن منهم المؤمنين بالله ومنهم العصاة، منهم الكفار ومنهم المشركين ومنهم الملحدين. والجن كمان عندهم القدرة على التشكل على هيئة الحيوانات والبشر. الجن ليهم أنواع ووظائف كتير جدا، منهم اللي بيطيروا ومنهم اللي بيغوصوا في البحار ومنهم البنائين. وربنا سبحانه وتعالى سخرهم لسيدنا سليمان عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والشياطين كل بناء وغواص. الجن كمان في منهم اللي بيطلعوا للسماء عشان يسمعوا أوامر ربنا للملائكة وينزلوا يبلغوها للكهنة والعرافين والدجالين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الكهنة والعرافين بيستخدموا الشياطين عشان يطلعوا يسمعوا أوامر ربنا للملائكة وبيتنقلوها بين بعض لحد ما يوصلوها تاني للدجال أو العراف. وربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا إن أي شيطان بيطلع عشان يسمع ربنا سبحانه وتعالى بيرسل عليه شهاب بيحرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الشيطان لما بينزل عشان يبلغ الكاهن او العراف باللي سمعه من كلام الملائكه بينقل كمان مع اللي سمعه 100 كذبه. واكيد مش محتاج اقول لكم ان احنا ما ينفعش نروح نسال العرافين والدجالين عن المستقبل، لان ده يعتبر كفر بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. وفي حديث تاني من اتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. فربنا يعافينا يا رب ويبعدنا عنهم. طيب هو إيه الفرق بين الجن والشياطين؟ في ناس كتير فاكرين إن الشياطين دول زي قبيلة مثلا من قبائل الجن، لكن الحقيقة مش كده. كلمة شيطان بتطلق على الإنس والجن مش الجن بس، والشيطان معناها المتمرد سواء من الجن أو من الإنس. الشياطين هم المتمردين سواء من الإنس أو من الجن، اللي دايما بتلاقيهم بياخدوا الناس ناحية المعاصي والشهوات وبيوجهوهم إن هم يفسدوا في الأرض ويبعدوا عن أوامر ربنا ونواهيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجن سلطهم على المخلوقات اللي عايشين في الأرض في الوقت ده عشان يحاربوهم ويبيدوهم على وش الأرض تماما، لأنهم فسدوا في الأرض وأسفكوا الدماء. وفعلا قامت حرب كبيرة جدا بين الجن والمخلوقات اللي عايشين في الأرض، والحرب دي انتهت بانتصار الجن لأنهم أصلا كان عندهم القدرة على التستر، كانوا بيقدروا يقتلوا المخلوقات اللي عايشين في الأرض من غير حتى ما يشوفوهم. وبعد ما قضوا على كل المخلوقات اللي موجودة في الأرض ربنا سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض وعاشوا في الأرض سنين طويلة جدا الله أعلم بعددها. كانوا بيعبدوا ربنا وبيعملوا أعمال صالحة. لكن يقال كمان إن بعد ما الجن عاشوا سنين طويلة جدا في الأرض بدأوا يعصوا ربنا ويفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء زي اللي قبلهم. فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الملائكه عشان يحاربوهم بسبب فسادهم في الارض. وفعلا قامت حرب كبيره جدا بين الملائكه والجن، وكانت نتيجه الحروب دي ان الملائكه انتصروا على الجن واجلوهم تماما عن الارض. وساعتها الجن هربوا وسكنوا اعالي الجبال والبحار والجزر. ويقال والله اعلم ان عرش ابليس موجود على البحر. يقال ان الملائكه لما نزلوا عشان يحاربوا الجن لقوا جن صالح بيعبد ربنا وما بيفسدش في الارض. الجن ده كان اسمه عزازيل. الملائكه خدوا عزازيل وطلعوا بيه للسماء وعاش وسط الملائكه وتربى وسطهم، وكان جن صالح جدا ويعتبر من افضل العباد في الوقت ده. ويقال والله اعلم ان هو كان حارس على السماء الدنيا وعلى الارض. ويقال كمان ان هو كان من حراس الجنه. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، فيا رب تكونوا استفدتوا والفيديو عجبكم. اتكلمنا عن المخلوقات اللي سكنت الأرض قبل البشر زي الحن والبن، وكمان اتكلمنا عن الجن. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنحكي قصة عزازيل الجن اللي اتربى مع الملائكة في السماء، وهنعرف إيه قصته وإيه حكايته. كمان هنتكلم على قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام والفترة اللي عاشها في الجنة وخلق حواء، وكمان سبب هبوطه في الأرض وحياته فيها. لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لايك للفيديو وشيره عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تقدر كمان تتابعنا على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وكمان مستنيين آرائكم وأسئلتكم في الكومنتات واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جاية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.